هتعم افريقيا كلها ومصر. ايه يميز كوتوكو من وجهه نظرك كابتن عبد الرحيم؟ والله كوتوكو فرقه مش سهله، امكانياتهم الفرديه كويسه جدا، تحركاتهم في الملعب تحركات واعيه، لعيبه على مستوى عالي من المهارات البدنيه، فدي بتصعب طبعا الماتش، لكن الحمد لله احنا عندنا لعيبه على مستوى المسؤوليه ومقدرين حاجه زي كده، وان شاء الله هيفوقوا لعيبه كوتوكو في كل شيء. كابتن حسين عبد اللطيف مش قادر تقف ولا ايه؟ ايه الحكايه كسرت دي؟ لا ابدا، انا فعلا احنا بقالنا اسبوع يعني الحمد لله مركزين جدا يعني طمن لي ونزل ايدك الله يخليك عشان نطمن. لا مش حاجه الحمد لله، ان شاء الله تمام، ان شاء الله نفرح مصر يا رب ان شاء الله زي النادي الاهلي ما عملها، ان شاء الله نكمل ان شاء الله الفرحه دي باذن الله النهارده يعني. بنحبك يا مصر وحبك غالي علينا، بنحبك واسمك نور يسبق اسامينا، بنحبك يا مصر وحبك غالي علينا، هتعم افريقيا كلها ومصر. نور يسبق اسامينا، يا حته من قلبنا تهوي قلوب ملايين، ده حتى من حظنا ان احنا مصريين، يا حته من قلبنا تهوي قلوب ملايين. حرص كابتن احمد رمزي على التوجه لمعسكر اللاعبين. كابتن احمد رمزي، ثواني هنقف معاك من خلال الكاميرا في الملعب ونطمن، عايزين نطمن الجمهور احمد رمزي ايه اخر اخبار اصابته اللي منعته عن الاشتراك في مباراه القمه النهارده؟ هو انا اصابتي عباره عن تمزق وقطع جزء في الرباط اللي هو ماسك الداخلي بالخارجي، وكان عندي شرخ قديم ولحم ما كنتش اعرف الحقيقه، ومش رجعت للاصابه فيه تاني، لا يعني اتنتش حته كده صغيره من العظم، فهي بعد كده ابدا جري خفيف، وان شاء الله اعود للملاعب في خلال شهر ونص كده ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد رمزي، زيارتك النهارده من وجهه نظرك ايه تاثيرها وايه سببها برضه؟ من الزياره ده هو انا اصلا مع الفرقه من امبارح ومعهم على طول طبعا بروحي وبقلبي. جماهير كل الانديه اهلي وزمالك، ولا شك حينما ندخل الاستاد سيكون هناك جماهير اخرى كثيره. وانا المشرف بتاعها، وانا زملكاوي وجيت شجعت الاهلي، واتمنى لجماهير الاهلي ترد نادي الزمالك. اسال حضرتك يا ترى في اقبال على التبرع بالدم النهارده؟ ايوه عندهم اقبال شديد ويعني لو سمحت يا طب بتشجع ايه؟ الاهلي. وجاي تشجع الزمالك النهارده؟ ده اكيد. لا اتمنى فوز نادي الزمالك لانه هو دايما نادي من ابطال افريقيا ونادي يعني ببارك للاهلي انا هقول كلمات باللغه الانجليزيه للعيبه كوتوكو عشان يفهموا التشجيع المثالي لمصر، يعني ناوي ان انا اقول بعض التعبيرات باللغه الانجليزيه. طب توقعاتك الماتش النهارده ان شاء الله؟ توقعاتي ماتش النهارده ان شاء الله ربنا كرمنا 2-0 باذن الله. ان شاء الله زي ما كوتوكو عمل فينا هنعمل فيه وهنكسبه 5-1. بعض المصورين افترسوا الارض قبل المباراه وبنحاول نقترب منه مصر الكاميرا في ملعب زي ما انتم. صباح الجمال، توقعاتك ايه الماتش النهارده ان شاء الله؟ ان شاء الله ربنا يكرمنا كده زي الاهلي باذن الله عشان نبقى كده ايه دوري وكاس باذن الله. ايه الكلمه اللي تحب تقولها للاعبين النهارده؟ بالتوفيق ان شاء الله، ويعني ويكونوا اعصابهم هاديه كده بعيد عن التوتر وبعيد عن الشد العصبي بتاع الجمهور. يا ترى ايه سبب القعده بقى هنا؟ ننزل مع اللعيبه على اساس ان احنا دايما بننزل مع اللعيبه وهم بيسخنوا بنقدر ناخد كادرات اللي احنا عاوزين ناخدها. ضيوف مصر وضيوف هذه المباراة بدأوا في التوافد الساعة 1:30 ليحجزوا أماكن لهم في المقصورة الرئيسية استعدادا لهذه المباراة الهامة. احنا وحبايبنا بلد الحب
صبري سيد بحر. استاذ صبري، انت مرافق لبعثة كوتوكو. ايوه. يا ترى ماذا عن احساسك عن روح اللاعبين؟ هل هناك نوع من التوتر قبل هذه المباراه ولا ايه؟ طبعا هم شافوا جماهير وغير نفسيتهم، يعني هم حتى كمان معنوياتهم مرتفعه اول ما جم يعني. بس دلوقتي لما شافوا منظر هم جايين من الاستاد من الفندق للاستاد، شافوا المنظر الجماهير دلوقتي يعني حاسين برعب، حتى مش عايزين ينزلوا من الباص دلوقتي. يعني ده احنا فعلا بقالهم حوالي 5 دقائق ده نوع من رد فعل الجماهير اللي بره. بعد محاولات واخذ ورد و5 أو 7 دقائق قرر لاعبو كوتوكو النزول من السياره المخصصه لهم، وليس هناك مناص ولا بد من النزول. فالحكم هناك وقت محدد سيشير ايضا ببدء او لم ينزلوا، ولهذا قرر المدير الفني التغلب على الاحساس النفسي للاعبين بعد رد فعل ويبدو عليها نوع من المباراه الهامه. وتعالوا معنا نتابع هل هناك ابتسامه نلاحظها على وجه لاعب، ونحن من كل القلوب نقول قبل المباراة كان هناك إعداد من كابتن محمود بكر وكابتن جويني لتلقي أسماء الفريقين من كوتوكو والزمالك ومراجعتها قبل بدء المباراة. كابتن جويني، يا ترى ايه اخر اخبار اللعيبه؟ هل كل المعلومات كامله معاك دلوقتي؟ تقريبا كامله، والحمد لله يعني ان شاء الله كده بالتوفيق لنادي الزمالك. كابتن جويني، هيذاع لنا المباراه النهارده تلفزيون؟ اذاعه شباب والرياضه، الاخ محمود بكر هو التلفزيونجي اليوم. بحسك رياضي المعروف، نقدر نقول نتيجه المباراه او لعب المباراه النهارده، هل هيغلب عليه الطابع الفني ولا الطابع الحماسي؟ اقدر اقول الاثنين، لان ما وسيله امام اي من الاثنين انه يكسب، لان نتيجه التعادل بدون اهداف في كوماسي معناها ان المباراه دي فاصله. طلعت تعادل بدون اهداف هتلعب ركلات جزاء. هدف الفريقين اليوم الفوز، ولذلك لن تكون مباراه لا دفاعيه ولا هجوميه، متوازنه بين الدفاع والهجوم. يا حتة من قلبنا تحيي قلوب ملايين، ده حتة من حظنا ان احنا مصريين. يا حتة من قلبنا تحيي قلوب ملايين، ده حتة من حظنا ان احنا مصريين. مباراة اليوم لها أهمية خاصة عندك يا كابتن هشام. ان شاء الله باذن الله، لانها طبعا تعد البطوله الثالثه ليا في اشتراكا، ولعبت النهائي الثالث لثالث مره، وربنا يسهل لنا ان شاء الله ونفوز باذن الله يا رب. بلد الحب يا روح القلب، بلد الحب يجمعنا وحبايبنا. ونتابع معا اجراء القرعه، ويختار كابتن كوتوكو وجه العمله، ويراجع ناجي جويني الحكم التونسي، ويخير الملعب أم الكرة، ويختار كوتوكو الملعب. كم تطلع النتيجة النهارده؟ ربنا يسهل نكسب 2-0 باذن الله. يا ترى ايه اللي انت عايز تقولها للاعيبه الزمالك النهارده؟ اقول لهم طبعا 120,000 متفرج كلهم في انتظار الفوز، وجمهور النادي الاهلي اللي حضر ووفى بوعده وعايزين نتفرج على كم تطلع نتيجة الماتش النهارده؟ 2-0 ان شاء الله. احنا على العموم احنا مشجعين النادي الاهلي، وجايين بنآزر نادي الزمالك النهارده ان شاء الله باذن الله في النصر الكبير اللي هيعمله لنا، واحنا بنتمنى ان الزمالك يكسب 2-0. بتشجع اتحاد اسكندريه؟ عضو مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري، اكبر مشجع، بفرح لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك باذن الله. كم تطلع نتيجة الماتش؟ ان شاء الله 2-0 للزمالك باذن الله. ايه اللي تقوله النهارده للزمالك؟ 2-0 ان شاء الله. كم توقعاتك في ماتش النهارده؟ 2-0. يا ترى ايه اللي تحب تشوفيه في ماتش النهارده؟ اشوف ان هم هيلعبوا هجوم ان شاء الله، والفن والهندسه بتاع الزمالك. كنت حاطه ايدك على خدك ليه؟ خايف منين؟ من الماتش. يا رب. ايه رايك في الكلام ده؟ وبقول لك 3 للزمالك. الشوط الاولاني 2-0، والشوط الثاني يجيب جون ثالث يبقى 3-0 ان شاء الله. ايه رايك في الكلام ده؟ الكلام ده 100 وده صح، بس وانا اصدق على كلامه. ايه رايك في الكلام ده؟ مظبوط 3-0 4-1 ان شاء الله. التدخين ده نوع من القلق قبل الماتش؟ قلقان جدا طبعا.
مالك زعلان ليه؟ مش زعلان ولا حاجه. انت بتتخانق ليه؟ انا ما بتخانقش. امال بتعمل ايه دلوقتي؟ انا بنحيي الزمالك كلنا وان شاء الله ربنا يكرمك. بتحييه على طريقتك الخاصه؟ على طريقتك. بيحييك ازاي؟ عايز اقول لي اقعد مكاني. وعفت بيعمل هات وخد مع اسماعيل مع ايمانويل، وعفت وتسقط لايمانويل. ثالث الكوره ضربه مرمى لنادي كوتوكو، اللي يلعبها على طول ايمانويل ودوا ايمانويل ويعدي ايمانويل، انما تطول ضربه مرمى لنادي كوتوكو ويطلع كوره بره الملعب قوي. يلعبها على طول لحسين وممكن يلف وممكن حد يقابلها عصام مرعي ما يعرفش يستقبلها، وانما يلمها ويلف ويلعبها هات وخد مع ايمانويل، ما يديلوش ايمانويل ويلف وسطه يطلعها على طول دوا بره الملعب او تطلع من جورج ارس لحسين عبد اللطيف. حسين عبد اللطيف يبط رجله لايمن منصور وايمن يلعبها مشتركه، انما حسين يغطي ويرجعها ورا يخطفها من احمد محمود وتروح لسامي لهشام ياكر. كل ده نادي الزمالك بيحاول انه يلاقي ثغره لاعب وحش ياخدها اولي رحمن اللي نزل بعد ما تعالي، وتروح الكوره لجو اوكيري لثلاثه ياو اوسو لمنسو لياو اوسو لرقم 11 كوفي ابري يلعبها تخبط في عفت وتروح لحسين. حسين بيهاجمه جو اوكيري، رمي تماس للزمالك. حسين لايمانويل يقلبها وحلوه اول كوره ايمن منصور وتتلعب الكوره وعاليه وايمانويل و15 دوا، انما ايمانويل بين الشوطين حرص كاميرا في ملعب على التعرف على راي الجمهور في الشوط الاولاني. كويسه، بس الزمالك يعني المفروض خط النص بتاعه يكون مظبوط شويه وما يجهدوش خالد الغندور. ايه رايك في الشوط الاولاني؟ والله هو يعني مش حلو قوي، لكن ربنا يسهل الشوط الثاني يبقى كويس. كم تطلع نتيجه المباراه ان شاء الله؟ ان شاء الله ربنا يوفق. يا ترى ايه رايك في الشوط الاولاني؟ ان شاء الله الشوط الثاني يلعبوا احسن من الشوط الاولاني. ان شاء الله هيبقوا 2-0 ان شاء الله يا رب. ايه رايك في الكلام؟ مظبوط 2-0. الشوط الثاني هيبقى فيه هجوم ضاغط من الزمالك مركز زي ما شفنا في نهايه الشوط الاول، والنتيجه هتبقى 1-0 وان شاء الله في الشوط الثاني نجيب اجوان وناخد الكاس. ايه رايك في الكلام ده؟ متهيألي يا رب ان شاء الله. عفت عبد الناصر عمل مجهود كبير قوي في الشوط الاولاني. عفت نصر؟ ايوه. بس الفرقه بتاع كوتوكو تقيله والزمالك بيلعب بخطه وهتتغير في التايم الثاني، انما الشوط الثاني ربنا يسهل بقى ويبقى اسرع ونكسب. وبعدين دي نهايه بطوله، فنهايه البطوله دي بيبقى الزمالك يعني بيلعب بحرص اكتر من اللازم، وان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه الزمالك هيكسب ان شاء الله خير. هو المفروض فرقه الزمالك المفروض تظهر في الشوط الاول بمستوى احسن من كده، بس الميزه اللي بيميز بيها فريق كوتوكو او الفرق الافريقيه عموما الفتره دي ان هي الثقه في نفسها زياده عن اللزوم، وتيجي تلعب في استاد القاهره وهي واثقه انها تؤدي اداء كويس. ايه رايك في اداء الزمالك في الشوط الاول؟ في الشوط الاول اداء الزمالك غير موفق، واتمنى ان هو في الشوط الثاني يكون اداء موفق باذن الله. يلف كرة حلوة قوي، انما يطلعها دوا وتوصل الكرة لجورج واشرف يلمها جورج لعيب كويس قوي ويديها لفرانك لجورج، ولا زالت الجبهة اليمين بتاعتهم بتحاول، والجبهة الشمال لنادي الزمالك ناجحة الى حد بعيد في افساد دلوقتي كور، وتتلعب الكرة لايمن وايمن يخش مع انبيا ويقطع الكرة تخبط في الغندور وترد مرة ثانية لأولي رحمن، ياخدها اسماعيل ويديها لمرعي، ومرعي لسامي الشيشيني، وسامي الشيشيني عاوز يعدي ياخدها منه سعيد يوسف، وماشي سعيد ويغير اتجاه اللعب لأحمد محمود، ياخدها منه أشرف ويلعبها على طول الغندور، وفي مساحه فاضيه في خط الظهر وتتلعب لايمانويل، وفي فرق سرعه بينه وبين انبيا، وماشي ايمانويل انما يغمزها برجله انبيا وتروح الكوره لانتوني، وطبعا ما يقدرش يمسكها، ينظف منطقه الجزاء على طول وتوصل الكوره